تعرف إن كان في قرية اختفى أهلها كلهم في ليلة واحدة؟ في كتب التاريخ القديمة وخاصة في كتاب أخبار الزمان للمسعودي في قصة غريبة عن قرية كاملة كانت مليانة بالحياة لكنها اختفت فجأة بدون أي أثر. في أحد المخطوطات القديمة بيقول المؤرخين إن كان في قرية صغيرة وسط الصحراء بعيدة عن أي مدينة، لكن أهلها كانوا عايشين حياة طبيعية جدا. الناس فيها كانت بتزرع وبتتاجر وبتعيش يومها عادي جدا زي يومنا، لحد الليلة اللي كل حاجة فيها اختفت. في يوم واحد وصل أحد التجار للقرية دي لكنه لقى حاجة مرعبة. البيوت كلها مفتوحة والأبواب متكسرة لكن مفيش ولا شخص في المكان. الأكل كان موجود على الترابيزات كأن الناس قامت فجأة وسابت القرية تماما ومشت. لكن الأغرب في وسط الساحة الرئيسية كان في حجر ضخم جدا عليه نقوش غريبة وكأنه ظهر فجأة في منتصف القرية. والأشد رعب على جدران البيوت كان مكتوب بالدم جملة واحدة: لقد عادوا والقرية لم تعد لهم. يا ترى ايه اللي حصل للقرية دي؟ هل اهل القرية تعرضوا لخطف جماعي من كائنات غامضة؟ هل القرية كانت جزء من تجربة سحرية انتهت بكارثة؟ ام ان في لعنة قديمة نزلت عليهم ومسحتهم من الوجود؟ الاهالي المجاورة للقرية دي رفضت الاقتراب من القرية دي لسنين، وكل اللي حاول يدخلها مات بعد ايام في ظروف غامضة جدا. وفي النهاية قرروا حرق القرية دي بالكامل علشان ينهوا اللعنة للأبد. لكن الأغرب بعد ما اتحرقت الحجر الضخم اختفى. يا ترى القرية دي لسه موجودة؟ القصص بتقول ان في ناس لحد النهاردة بتحلم بالمكان ده وبأهل القرية وهم بيبصوا في عينيهم بعيون ميتة. والسؤال الأهم، ايه اللي حصل للقرية دي؟ هل ممكن تظهر تاني؟ وهل الحجر الغريب ده لسه بيتنقل من مكان لمكان؟ قول لي رأيك في التعليقات. ايه رأيك في القصة دي؟ وهل سمعت قبل كده عن أماكن اختفت بأكملها ولا لأ؟